الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة المنتخب. مساء الخير أستاذ بدر. مساء الخير زميل أشرف، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات الكريمات لقناة النهار الرياضي. تحياتي لك وكل عام وأنت وأهلنا في المغرب والأمة العربية بخير وازدهار. أستاذ بدر، كيف تتابعون ما دار من ملف الفساد هناك في زيورخ في الفيفا، وكيف توقفتم كإعلام مغربي وكرياضة مغربية وكرة قدم مغربية عند المعلومات التي أكدت أن ملايين دفعت من أجل تحويل وجهة 3 أصوات كانت مضمونة للمغرب ليلة التصويت، لكنها في اليوم التالي وفي داخل أروقة الفيفا حولت إلى جنوب إفريقيا، وبالتالي ذهب التنظيم للمونديال إلى جنوب إفريقيا؟ كيف تابعتم هذه الأحداث؟ بكثير من الحزن طبعا، لأنه الإنسان عندما يقف على هذه الحقائق الصادمة يتأكد من أنه لغاية الأسف أن رياحا ما، وهي رياح شريرة على كل حال، جرت أو هبت على زيورخ في تلك الليلة وحولت الأمور من قبضة المغرب إلى قبضة جنوب إفريقيا، أو لنقل من قبضة المغرب أو مصر وأيضا إلى قبضة جنوب إفريقيا. ثم أيضا أنا شخصيا تابعت هذه الأمور، وأنا في غاية السعادة لكون أن هذه الأشياء كلها وقفنا عندها في إبانها وتحدثنا فيها وكتبنا فيها. وهناك من قال على أنه فيما كتبنا وفيما قلنا وفيما رددنا في أكثر من مناسبة الكثير من الادعاءات الباطلة والكثير من المزايدات وأيضا الكثير من الاختلاقات، مع أن حقيقة الأمر كانت تقول على أنه جرى تدبير هذه المؤامرة بمعرفة الفيفا والحقائق التي تدعى اليوم وتخرج تباعا من جحور الفيفا التي كان يقيم عليها جدارات مانعة وحاجبة لكي لا تتسرب إلى الرأي العام، الآن بسقوط العديد من رموز الاتحاد الدولي لكرة القدم، باستقالة جوزيف بلاتير اللي كان يطبع هذه العملية بكثير من التكتم الشديد. أعتقد بدأت هذه الحقائق تخرج تباعا وتؤكد صحة ما ذهبنا إليه. لابد أننا ونحن نتحدث على كأس العالم 2010 لابد أن نقول على أن كأس العالم 2010 كان صفقة قد تم عقدها أو إبرامها بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وبين جنوب إفريقيا سنة 2000، بمعنى أنه لما كان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد التصويت على البلد التي سيستضيف كأس العالم 2006. وكلنا يعرف على أنه في تلك الاجتماع وقع ما وقع. لأول مرة كان المرور إلى 3 أدوار، يعني مرينا من الدور الأول إلى الدور الثاني إلى الدور الثالث. الدور الثالث الذي كان في سباق أخير فيه جنوب إفريقيا وألمانيا. وكل المؤشرات كانت تقول زميلي أشرف على أنه كنا ذاهبين إلى تعادل الأصوات، بحيث أنه كان ألمانيا ستحصل على 12 صوتا وجنوب إفريقيا ستحصل على 12 صوتا، إلى أنه بفعل فاعل، وهنا أيضا واحدة من الفضائح ديال الفيفا، بفعل فاعل العضو النيوزيلندي الذي كان قد صوت في الدورين الأول والثاني امتنع لجنوب إفريقيا اختفى فجأة. وبالتالي لم يصوت في الدور الثالث، وبالتالي فازت ألمانيا 12 مقابل 11 صوتا لجنوب إفريقيا. كل هذا من أجل ألا يرفع النقاب على جوزيف بلاتير الذي كان متعصبا لجنوب إفريقيا وكان قد صوت لجنوب إفريقيا، لأن اللوائح تقول أنه في حالة تعادل الأصوات بين بلدين يصوت لهما في اقتراع سري الرئيس يحتسب صوته بصوتين، يرجح صوت الرئيس، وبلاتير كان آنذاك قد صوت لجنوب إفريقيا. إذن بعد انطلاق أو بعد افتتاح هذا الأمر هذا خرج بلاتير ليقول على أنه أنا أقدم وعدا على أن إفريقيا ستنظم كأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها، وكان يرمز في ذلك إلى جنوب إفريقيا، بل إنه وكلنا يذكر ذلك أنه ابتدع قانونا جديدا أو نظاما جديدا سماه نظام المداورة بين القارات، وقال على أنه ما دام أن كل القارات، لا الأمريكا الجنوبية ولا أمريكا الشمالية ولا أيضا أوروبا ولا أيضا آسيا قد نظمت كأس العالم، فالدور قد حان على إفريقيا، وبالتالي استبعدت كل القارات من حملة أو من سباق الترشيح 2010 كأس العالم 2010. بالطبع المغرب ما كان له وقد تقدم 3 مرات لطلب استضافة كأس العالم 1994 98 مع أمريكا وألمانيا.
ما كان له بالطبع زميلي أشرف أن يغيب. على نعم. العملية، وقد قيد لهذا الكاس العالم ان تقام بارض افريقيا، وبالتالي تقدم. وكلنا كنا نقول ونحذر على ان كاس العالم راه هو اعطي بصفقه مضمونه وموقع عليها وموثق عليها لجنوب افريقيا، ولكن مع ذلك المغرب دخل سباق الترشيح بمعيه الشقيقه مصر. وهناك ما يقول اليوم، ما يؤكد اليوم على ان مصر لم تخرج بصفر صوت، وعلى ان كان هناك تلاعب على مستوى فرز الاصوات. وهذه العمليه لا بد من المطالبه بها، لانه مثل هذه الاقتراعات والتقارير التي تنجز على الاقتراعات السريه بحضور موثقين دوليين، ان هذه الاقتراعات تحمل كامله وتوضع في باختام سريه في ارشيف الاتحاد، ارقام بنكيه معروفه. نعم. يمكن العوده اليها. انا اقول على انه الشيء الرائع في هذاك الامر ان المغرب استطاع ان يكسر هذاك الطوق الذي حاولت الفيفا ان تضربه على عنق الجنوب افريقي لتحميها من اي منافسه على تنظيم كاس العالم 2010. الكل كان كيقول على ان جنوب افريقيا ربما تذهب الى تحقيق فوز مريح جدا لا على المغرب ولا على مصر، ولكن ليله انعقاد اللجنه، ليله التصويت، نعم، يوم 15 ماي كان هناك اكثر من عضو نافذ داخل الاتحاد الافريقي الدولي موقن على ان المغرب في طريقه الى تحقيق الفوز، وكان انه هو سيكون له 13 صوت وجنوب افريقيا سيكون له 11 صوت. هذا ما كان يقال. نعم. وبالتالي انا اتذكر وكلنا يتذكر جمله رائعه كان قد قالها لنا محمد بن همام طبعا، نعم، الذي كان وقت ذاك رئيسا للاتحاد الاسيوي وعضوا نافذا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. نعم. تعرف ماذا قال لنا نمت وفي جيبي 13 صوتا للمغرب وصحوت فوجدتهم 10. نعم. بأن 3 أصوات قد تبخرت. هذه 3 أصوات زميلي سأحكيها لك بسرعة. جاك وارنر هو كان خلف هذه ال3 أصوات، أليس كذلك؟ جاك وارنر. نعم. وجاك وارنر كان قد جالس المغاربة وقدم وعدا قاطعا بأن الكونكاكاف ستصوت للمغرب، إلا أنه في منتصف ليلة الاقتراع اختفى، وكان أرض زوريخ قد انشقت وابتلعت. لماذا؟ لأنه كان قد التحق وقت ذاك بالمعسكر، كان قد ذهب به إلى لرؤية وللقاء مانديلا الذي كان متواجدا بزوريخ. وآنذاك انعقدت هذيك الصفقة التي جرى الحديث عنها، صفقة 10 ملايين دولار التي قيل أن جنوب إفريقيا تبرعت بها لاتحاد الكونكاكاف لتطوير كرة القدم. نعم. هل ستتقدم المغرب بأية طلبات لفتح باب التحقيق في هذا الملف الذي أعلن من خلاله براءتها وحقها في تنظيم 2010؟ اعتقد زميلي اشرف على ان المغرب خرج منتصرا في هذه العمليه من دون حاجه لا الى طلب الاعتبار ولا جبر الضرر. الراي العام العالمي وقف عند حقائق، واعتقد على ان الخيار الاسلم اليوم ليس هو في تقصي الحقائق للذهاب الى جبر الضرر والى طلب الانصاف والمصالحه، لا ابدا. انا اعتقد على ان هذه الاشياء يجب ان تستثمر في بناء المستقبل، وبناء المستقبل هو انه يذهب المغرب الى 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 توظيف كل امكانياته لا السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الرياضيه من اجل ان يصبح مرشحا قويا لتنظيم كاس العالم 2026. واعتقد على ان هذا الخيار مطروح حتى قبل ان تفتضح هذه الامور داخل الفيفا، وقبل ان يهتز عرش الفيفا ويستقيل جوزيه تقريبا. اعتقد الاستثمار الايجابي هو ان المغرب يجب ان يذهب في هذا الاتجاه بمساعده كل الاصدقاء الذين الذي يملكهم لا على مستوى القاره الافريقيه ولا على مستوى اوروبا او غيرها من القارات، ان يذهب الى المراهنه على نسخه 2026، لانه بكل منطق انا كنعتقد المغرب وتعرف ذلك زميلي اشرف مثل ما هو الحل بعض الدول الافريقيه يملك كل المؤهلات لكي ينظم بالتاكيد مونديالا رائعا سنه 2026. كل التحية للمغرب وكل التحية والتقدير لك زميلي العزيز الأستاذ بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة المنتخب على هذه المعلومات الوافية والضافية. شكرا جزيلا لك.